الصحابي الذي قتل مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما حكمه يكون؟ هل يعتبر خارج على الإمام زمانه؟ لا لحظة، لا أعد السؤال الثاني. من قتل مع الحسين عموما، صحابي من الصحابة قتل في جيش الإمام الحسين، خرج يعني على عموما يزيد. من قتل مع الحسين، عشان لا تربط الأمر بصحابي يعني مثل من الصحابي الذي قتل مع الحسين؟ مثل من؟ الصحابي أنس بن الحارث الذي هو من الصحابة، قال عنه ابن حجر العسقلاني في طيب ليش ما تقول ما حكم يعني الحسين نفسه أعظم من أنس؟ عاد تأتي لنا بحق ابن حجر وحق كذا. طيب. الحسين بن علي عندنا أعظم من أنس الذي تكلم عنه. نعم. يعني ليش هو يذهب إلى أنس وينسى الحسين نفسه أنه صحابي؟ طيب هل لديك أسئلة أخرى؟ عجيب عجيب أبو. لا، أنا الشيخ الوصابي يلف بالموضوع. أنا قصدي الإمام مسلم في صحيح قال هل حكم ماذا قال الإمام مسلم؟ مات ميتة الجاهلية. والإمام أحمد بن حنبل في مسنده قال من مات بغير إمام مات ميتة الجاهلية. ما قال الإمام هذا أحمد، تكذب على الإمام أحمد، أنت كذاب. من مات وليس في عنقه بيعة. أنا أتحداك الآن أن تقرأ من مسند الإمام أحمد هذه الرواية، سجلها بس بلفظها. نعم. كيف قال هو؟ قال من مات أعد لفظة الإمام أحمد. وتفضل أعد الكلام مرة أخرى. ماذا قال الإمام أحمد؟ أولا مو لا أعد لفظة الإمام أحمد، لا أعدها بلفظها الذي قلت وإلا سنعيد. من خرج على إمام لا ما قال هكذا. تفضل. من مات بغير إمام، الإمام أحمد يقول من مات بغير إمام. ما قال الإمام أحمد هكذا. من مات بغير إمام، ما المقصود؟ هو فقط هذا كلام الإمام بغير إمام؟ من مات بغير إمام يعني ما معنى من مات بغير إمام يعني؟ هذا حديث ذكره الإمام أحمد في المسند. البيعة تكون لمن؟ لا تغير موضوع البيعة. أنت كذبت على الإمام أحمد في المسند وقلت أنه قال حديثا في المسند من مات بغير إمام. من مات بغير إمام، نعم. أنا أتحداك أن تقرأ هذا من الإمام مسلم، المسند الإمام أحمد. نعم. اقرأه الآن ونأخذ لك 5 دقائق. نعم. الإمام أحمد بن حنبل. إيه هات. الصفحة الجزء 36 صفحة 282. لحظة اقرأ من الكتاب. لا اقرأ من الكتاب. من الكتاب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الأسود بن عامر، أخبرنا أبو. وين رحت؟ من مات بغير إمام مات ميتة الجاهلية. مسند الإمام أحمد حديث معاوية بن أبي سفيان. هكذا في مسند الإمام أحمد من مات بغير إمام. أمامي مسند الإمام أحمد حديث معاوية بن أبي سفيان، يستطيع أي إنسان أن يجده. يقول أنت الآن تقرأ من مسند الإمام أحمد؟ نعم. تقرأ منه من الكتاب نفسه؟ لا، من المكتبة الإسلامية الشاملة، هذه المكتبة أمامي. طيب خلاص نأتي بالحديث في حلقة القادمة وتكون أنت معنا وسنتصل بك. طيب تفضل شيخنا. شوف في مسألة مهمة جدا وأنا أريد الآن أن تتضح في مسألة الإمام. نحن عندنا لو صحت هذه الرواية أنها موجودة في مسند الإمام أحمد، يعني حتى الرواية اللي قالها أبو زيد. أي سنراجعها. نعم. لو صحت، لكن لو صحت أنها موجودة فمعناها مثل لفظة من مات وليس في عنق بيعة. ليش؟ أنا سأقول لك شيء ويتضح الجمهور. لما يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني أن الشخص المبايع موجود والمبايع موجود، وإنما المشكلة في عدم البيعة. يعني الآن الإمام موجود والشخص المبايع موجود. نعم. والبيعة معدومة. لكن لو قال من مات ولم يعرف إمام زمانه، يعني الإمام هنا غير موجود. نعم. ما يعني هل الشخص مكلف بإيجاد الإمام الآن؟ لا يعني هو ما عرف الإمام. وأي بيع الشخص غير موجود يعني. أحسنت. طيب من مات وليس له إمام، الشخص الذي ليس له إمام، يا أخي الآن لو شخص مات وليس له نبي. يعني يقصد هنا الامتناع عن البيعة تقصد؟ لا، من مات وليس في عنق بيعة هذه صحيحة. نعم هذه صحيحة. بمعنى أن الإمام موجود والشخص المبايع موجود. نعم. لكن لو وجد الشخص ولم يوجد الإمام، هل يكلف الشخص الذي ليس موجود عنده إمام؟ نقول له أنت ستموت ميتة جاهلية لأنه ليس لك إمام، خصوصا عند الشيعة الذين يقولون أن الإمام ينصب من قبل الله.